بقول لك لو سمحت، ال 200 جنيه اللي لسه مديلك وانا بشتري الحاجات دي، فاكرها؟ اه مال. طب معلش انا عايزها وخد واحده مكانها اهي. طب ايه الفكره يعني؟ اصل ال 200 جنيه دي عايزة عليا قوي. عزيز عليك. الظاهر انها عزيز عليك معزه خاصه يعني. اه والله، اصل هي من ريحه المرحومه والدتي. طب تمام ماشي. طب هتديني كام بقى فوق ال 200 جنيه ديت؟ ايه؟ طب ما انت معاك 200 جنيه زيها. ما هي لو زيها ما كنتش جيت بدلتها. مش فاهم. يعني ال 200 جنيه اللي معايا ديت عزيز عليك انت. شوف هتدفع فيها كام بقى. وانت ازاي عايز تاخد مني فلوس عشان خاطر ابدل ال 200 جنيه بس؟ ما اسمهاش بقى ال 200 جنيه، اسمها ال 200 جنيه العزيزه الغاليه عليك من ريحه المرحومه والدتك. وبعدين ما تعطلنيش بقى، انا عندي زباين. هي فين الزباين دي؟ واد يا هشام، ثواني بقى اشوف الزباين دي. اؤمر يا عسل. عايز 2 كيلو سكر 2 شاي و2 معسل. فهمت قصدك. 20 جنيه حلوه. انت قلت لي عايز ايه؟ طب 50 جنيه حلوه. قلت لي عاوز ايه؟ طب 100 جنيه. بص يا استاذ، هم 200 جنيه واخر كلام. 200 جنيه على 200 جنيه. شكلك ناوي تعطلني. قلت لي عايز ايه؟ معلش خد ال 200 جنيه ماشي. يلا يلا يلا. الظاهر ان هي عزيز عليك قوي. الا قول لي بصدق، ال 200 دي عزيز عليك فعلا ولا وراها حاجه تانية؟ طالما بقى انا دفعت حقها بصراحه، يعني اخر 6 ارقام في ال 200 جنيه دي رقم الخزنه بتاعتي، اصلا انا عاملها بزراير. الخزنه. انت قصدك على ال 200 جنيه اللي المندوب جه واديتها له؟ هو في حد جه قدامنا؟ واد يا هشام، كده احنا خدنا علقه، فاضل عليك علقه. ابوس ايدك، عايز كام وتخلصني؟ الخزنه فيها كام؟ ايه الخزنه فيها كام دي؟ 10%. 10%؟ مش هعتبره مفتاح الخزنه ضايع. خلاص حقها. ما ايه يا ابني؟ ما ايه؟ دفعت حقها. طالما كده خلاص. صلصه وعلبه كشري. يلا قولها بس، قولها كده. عمل بس كده فاضل 1000 جنيه. لو سمحت يا باشا، ال 200 جنيه اللي لابس انا شاري منك الحاجات دي بقول لك لو سمحت، ال 200 جنيه اللي انا لابس الحاجات دي فاكرها؟ مال. بقول لك لو سمحت، ال 200 جنيه اللي انا لسه اقول لك ايه مثلا؟ لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يوسف ان الكاميرا سجلت اول ثانيتين بس ومجرد ما بدات اصور الكاميرا قطعت يا فقري.